هو عايز الفوضى. اللي بيحصل ده هم عايزين الفوضى، نفس اللي حصل بالظبط ايام كورونا. احنا رايحين لمشهد متكرر باختلاف السيناريو. النهارده هنعمل حرب، بكره هنعمل وباء، بعده هنصنع اشعاع، بعده هنلعب في المناخ. عايشين في مسرحيه هزليه والله العظيم. وعلشان كده انا كلامي للناس البسيطه اللي انا منهم، ما تصدقش كل حاجه بتشوفها، ما تصدقش كل حاجه بتسمعها. انت المفروض تختار مسار حياتك بايدك وبنفسك، وتخرج من الماتريكس ده، اخرج منه. لان الموضوع ممل جدا، ممل جدا وعبثي جدا وسخيف جدا يعني. وهيفضل لحد امتى؟ ملوش نهايه، ملوش نهايه. مش هنفضل احنا طول الوقت مستنيين ترامب قال ايه ونتنياهو هيعمل ايه وايران هتضرب ايه وبعدين يعني لو في ملخص عايزين نطلع بيه بعد الكلام ده كله، هم عايزين يصدروا الفوضى، وعايزين يعملوا نظام جديد، وعايزين يعملوا شرق اوسط جديد، وعايزين يعملوا خريطه جديد، وعايزين يتحكموا في النفط، وعايزين يعملوا يعني اللي ما يتعملش. طب ده هيتعمل ازاي؟ بالفوضى. طب الفوضى دي تيجي منين؟ من التخويف. طب التخويف ده هيحصل ازاي؟ تصدير اي شيء زي الاوبئه، الامراض، تغيير المناخ، الحروب، الاشاعات. ده السيناريو اللي احنا عايشين فيه، ده السيناريو اللي احنا عايشين فيه باختصار شديد.